هنعمل النهاردة بقى بسكوت لعشاق القهوة. بسكوت القهوة أو كوكيز حبيبات البن أو حبيبات القهوة رهيب وبيدوب في البق كده، مش هتقدروا تقاوموا ولا تبطلوا أكل فيه. هنحتاج نص كوباية من الزيت وهننزل عليها بنص كوباية ومعلقة كبيرة من السمنة. ممكن نبدل السمنة بالزبدة عادي جدا. نص كوباية من السكر البودرة، ندوب كل الحاجات دي مع بعضها كويس يبقى عامل زي الكريمة كده. ومعايا معلقة ونص كبيرة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان. خلي بالكم دي مش بتسهر ولا حاجة، هي بتدي طعم قهوة وبتدي نكهة حلوة قوي للشوكولاتة. وننزل عليها بمعلقة كبيرة من المية السخنة، ندوبها فيها كده وننزل بيها على الخليط ونقلب. وبعد كده ننزل عليهم بصفار بيضايه بمعلقه صغيره كده من الفانيليا، نضربهم مع بعض كويس. ومعايا كوبايتين وربع من الدقيق وعليهم رشه ملح. ولما تيجوا تعايروا الكوبايه بالدقيق تعايروها بالمعلقه كده زي ما انا مورياكم، وما تضغطوش عليها، تمسحوا بس من فوق زيادات وكده الكوبايه ما بتبقاش مليانه وبيبقى معيارها مظبوط. وهنشيل معلقه كبيره كده من الدقيق على جنب علشان بس العجينه ما تنشفش معانا، لو احتاجناها بنزودها. وننخل بقى الدقيق ومعلقتين ونص كبار من الكاكاو الخام، ربع كوبايه من النشا، ونلم العجينه. اول ما تتلم نختبرها لقيناها بتلزق، بنزود بقى معلقه الدقيق ونلم تاني، ما نعجنش كتير بطراطيف صوابعنا كده لحد لما تتشكل معانا عجينه طريه وملساء، تتشكل بسهوله من غير اي تشققات. بنغطيها طول ما احنا شغالين عشان ما تنشفش. ومعيار بقى معلقه صغيره، بنعمل بقى منهم كميات صغننه كده، نشكلها على شكل اسطوانه ونضغط عليها بسباتشيلا ضغطه خفيفه كده، وندخلها فرن سخن على درجه حراره 180 من 10 ل 12 دقيقه عشان هي صغيره مش تاخد وقت، خلي بالكم. او ممكن نقطع عليها ونشكلها زي بسكوت الخلاط السريع كده، سهله وسريعه وبسيطه وبتدوب في البق كده.